يرجع رجوج عزيزي المشاهد بجزء الثاني رجوج الكنز، وترجع معاه بالطبيعه الانقسامات في الجمهور بين شق عشقه وتنهيده والتقديس نتاعهم، وشق اونتي عشقه وتنهيده واللي يستناو في اي سبب باش ينبروا حتى كان ما تفرجوش، والشق الثالث اللي يحب يتفرج رايف باش يستمتع بكل موضوعيه من غير تقديس ولا تحقيق. ونظرا الى انتمائي للصنف الثالث وللمستوى اللي قدمه المسلسل في الجزء هذا، فانه كان ضروري ان نخصصوا فيديو كامل باش نعطيوه حقه ونشوفوا ما له وما عليه. مراجعه رجوج الكنز برا الهدوء. وعاشت رجوج حرة مستقلة أبدا. اللي تفرج في اعمال عبد الحميد بوشناق قبل يعرف اللي هو وفريق العمل نتاعو ديما يسعوا الى التفرد والاختلاف حتى اذا كان الفكره ما تنجحش. والسنه التفرد هذا شفناه من التريلر قبل ما يبدا المسلسل اصلا. التريلر اللي هبط قبل بجمعه من رمضان تقريبا ما كانش نمطي جمله، وما خذاش لقطات من المسلسل وركبهم على بعضهم كما يعمل اي تريلر اخر في العالم. لا، هذا تريلر تصور وحده بتقنيه اللونج تيك المهبوله، وظهروا فيه الممثلين والبلايص الكل. ورغم هذا مش تفهم شيء كي تتفرج فيه، رغم اللي هو حكى لك بطريقه مبطنه قصه المسلسل كامله وحرق عليك الاحداث الكل. كان نجيو للمسلسل فنلقاو اللي هو عنده تقريبا نفس الفورما نتاع النوبه، جزء اول ممتع وبسيط نوعا ما يدخلك للجو نتاع العالم، وجزء ثاني صادم تكبر فيه الحكايه وتتوسع وتظهر شخصيات تكشف اسرار تبدل نظره المشاهد للقصه جمله. من اول نقاط قوه المسلسل هي بالطبيعه التمثيل، وين شفنا تمثيل حقيقي ما فيهوش اكل مبالغات الزايده والعياط الفارغ، بل كان عباره على اداءات واقعيه لابعد حد. واللي زاد من واقعيتها هو اتقان الممثلين للهجه الرجوجيه. اللهجه الرجوجيه ما تشبهش حتى اللهجه التونسيه، بل هي خليط بيناتهم الكل، واختيار اعتمادها كان موفق لانه زاد من التفرد اللي حكينا عليه من ناحيه، وخلى من ناحيه اخرى المشاهدين الكل على اختلافاتهم يشوفوا رواحهم في عالم المسلسل. كي تجي تثبت في رجوج تلقى اللهجات الكل. نعاود نذكر نقول احنا رانا خلقنا موندو وحدنا، خلقنا عالم موازي باش نعيشوا فيه حلمتنا كيما احنا احرار. حتى واحد يقول لنا لا هذا مش موجود ولا هذا موجود، فحتى اللهجات كانت اللهجات متناسقه مع هالعالم الموازي. رغم الانتقادات اللي نعتبرها تافهه واللي يتعرض لها عبد الحميد بوشناق في كل عمل ليه انه ديما يخدم مع اصحابه، الا انه اصحابه هذم قدموا السنه في ادوار مختلفه تماما ما يشبهوش جمله لاي من ادوارهم السابقه، وزاد عليهم وجوه معروفه ووجوه جديده جايه من المسرح وحتى من الانستغرام، عباو بلايصهم وانصهروا كليا داخل عالم رجوج. ولهنا تجي النقطه المهمه، عمرها ما كانت مشكله انك تجيب شكون يمثل من الانستغرام، بالطبيعه اذا عرفت كيفاش توظفه وتديريجيه وتعطيه المساحه اللازمه باش يكتشف قدراته. ولكن المشكله هي في انك تجيب 50 انستغرامر، وغايتك الحقيقيه هي مش تقوي العمل نتاعك، وانما مجرد وسيله تجاريه رخيصه لزياده نسب المشاهد. ولكن التلفزه والسينما عمرها ما كانت مجرد اسامي، فيا مرينا اعمال جابت ممثلين واسامي كبار وفشلت كي تكون الكتيبه نتاعها وخاصه نتاع شخصيتها على الحيط، وهذا اللي ما شفناهوش في رجوج. على خاطر في رجوج الكنز السنه وبخلاف الشخصيات الرئيسيه، فانه من اهم نقاط قوه المسلسل كانت في شخصياته الثانويه، مثلا شخصيه الديناري رمز الفساد والشات جي بي تي بتاع رجوج. الإذاعة الأولى في تونس. الديناري هي شخصية أيقونية في كل تفاصيلها، ومن أقوى ما تم تقديمه في الأعمال التونسية بالنسبة لي إلى جانب شخصية سعيد الفهمي. كتابة عبقرية وكوميديا عظيمة ومقولات وحكم خالدة، زيد عليهم أداء تاريخي من محمد صابر الوسلاتي، واحد من الأصوات الحرة القليلة المتبقية في البلاد. صابر الوسلاتي نجم يقدم بإتقان الشخصية بكل طبقاتها وبكل لحظات النذالة متاعها والسقوطية والحب والحقد والكره وغيره، مع الحفاظ ديما على نظرات محايدة وعينين ما تفاه الإحساس، يخليك مش عارف مثلا إلى آخر المسلسل هل هو ساقط وحنين أم ساقط أكهو، هل الظروف ردته إنسان هكاكا أم نذالته فطرية من عند ربي. عاد أنا جو مونج تي مونج، أما معاك أنت كي تمونجي أنت كاني مونجيتنا. اما كان نجيو للشخصيات الثانويه بالرسمي فنلقاو اللي المسلسل عطاهم حقهم كما يلزم، وقدم لكل وحده فيهم مساحه تطور محترمه، وعطاهم اكس كامل في القصه زاد من قيمتهم ومن قيمه العمل بصفه عامه. نلقاو مثلا بيدرو الضايع بين وهم الفنان وقسوه الواقع، واللي خلاوه يحس بالنقص حتى مع مرته. ميلاد واللي رغم عرس بامراه قدمت له كل شيء الا انه تجاوز موت عيده كان مستحيل بالنسبه ليه، الشيء اللي خلاه يمر برحله تحول كبيره وفات بنهايه عظيمه. فما زاد حكايه الناصر وامه
ورفضها للسيما، حكاية الزكري وخميس، حكاية الهادي الطبيب، حكاية فرحات وحلمت وغيرهم. هذا الكل زاد عمق كبير للقصة وخلى المسلسل مش مجرد شخصيات رئيسية نتبعوا في حكايتهم والبقية هما NPCs وأدوات بلا روح جايوا جوست باش يكملوا الحكاية هذه. لا، هذا عالم كامل وين كل تفصيلة وكل شخصية عندها حياتها وحكايتها وهمها بمعزل على الآخرين. العالم هذا متاع رجوج ساهمت في بناء برشا تفاصيل، اللهجة، الشخصيات، الديكور وحتى الكولر جريدنج المميز. ولكن من غير شك ولا اختلاف تقعد الموسيقى هي حجر الأساس في هذا العالم. فما عدا بعض الاستثناءات فإنه الموسيقى التصويرية في الأعوام الأخرى ما حظتش بك الأهمية الكبيرة وبقات هوين وضربات لحن كي بعض ومن تالي نعديو بيه المشهد وكهو. ولكن اللي تفرج في رجوج وحتى اللي ما تفرجش يعرف اللي الموسيقى كانت من عالم آخر وقدمت قيمة للمسلسل تضاهي تقريبا قيمة العوامل الأخرى الكل مع بعضها. هي ماهيش مجرد أداة مثلا لاستمالة المشاعر ولا للضغط على سوء المشهد، وإنما حاجة مجنونة خلقت هوية كاملة للمسلسل. حمزة بوشناق في رجوج سلطن الجملة وقدم لنا مزيج ساحر من ألحان شوية من أمريكا اللاتينية على شوية من البلقان وزادهم روح تونسية فريدة خلت الموسيقى حاجة من كوكب آخر، حاجة مستحيل تشبه لأي حاجة سمعناها قبل. رعبني ونقول له حمزة راني لازمني نخلق توا حاجة تشرف الموسيقى هذه. دونك يفالي كريي رجوج كامل دو pour être à la hauteur de la musique de حمزة بوشناق. عزيزي المشاهد، صحيح عبد الحميد بوشناق ينجم ما يعجبكش وتنجم تقول فيه اللي تحب، ولكن مستحيل تنجم تنكر كمية الإبداع والخيال والشغف اللي عنده واللي نشوفوها في كل عمل من أعماله. على خاطر إخراجيا رجوج شفنا فيه نضج كبير، والقصة في برشا لحظات من المسلسل تحكيت من خلال لغة عبقرية متاع كاميرا ولا مونتاج ولا كومبوزيسيون ولا غيره. وهذا يجيبنا لحاجة باهية عملها المسلسل في برشا مرات، وهي إنه ما عادش يتم التعامل مع المشاهد كإنسان ناقص في مخه. يعني ما عادش لازم نحكي له كل شيء بالتفصيل ونوكلوه بالسيف وبطريقة ركيكة المعلومات الكل كما جاء، بل لا نخليوه يفهم ويحلل وحده كما المشهد الاستثنائي بتاع عباس وهو يحكي الروزة ونيجي في الحقيقة. المشهد هذا ما تنطقت فيه حتى كلمة، ولكن شفنا أداء بالعينين أكهو من أميرة الشبلي وهلا عياد حكيونا من خلالهم على أي حاجة نحبوا نعرفوها. مشهد هكا وتزيدوا مشهد إنقاذ مبروك ومشهد الحفلة في أرض منوبية نعتبرهم أقوى ما قدموا المسلسل من غير منازع. 3 مشاهد ولا غلطة، أقل ما يقال عنهم تحف فنية، ولازمهم يكونوا ريفيرونس لفريق العمل في كل ما هو بناء وتصاعد وأداءات وموسيقى وإخراج وغيره. كان نجيو في الاخر للنقائص او على الاقل الحاجات اللي ما عجبتنيش شخصيا، فاننا نلقاو مثلا الحوارات تغلب عليها ساعات الشعريه اكثر من اللازم وتفقد الجانب الطبيعي اللي فيها، وهذا حتى بالنسبه لمعايير عالم رجوج اللي هو عالم غير طبيعي اصلا. يعني لاحظت مثلا في مشاهد معينه بعض المباشراتيه في كلام بعض الشخصيات اللي تهبط عليهم الحكمه فجاه ومن دون سابق انذار. المراجع من الواقع زاده وليزوماج، ورغم انها لفته باهيه وفكره محترمه الا اني حسيتها في بعض الاحيان مسقطه شويه مش في بلاصتها. بالنسبه للنهايه فاني عاده ما نحبش النهايه اللي تاخذ الطابع التوعوي ونحسها كلي تخرجني من جو العمل، ولكن في رجوج بالذات التنفيذ كان جيد فما عنديش مشكله كبيره. ولكن عزيزي المشاهد لازم نعرفوا اللي هالنقائص ما هي الا مجرد تفاصيل صغيره ما عجبتنيش انا وتنجم تعجب غيري، ولكن الحاجه اللي لازم نفتخروا بها مع النوع هذا من الاعمال هو انه تجاوزنا مرحله الاغلاط في الابجديات وولينا نحكيو على مجرد نقائص صغيره تتصلح، مش اعمال كامله من غير قصه ولا حوارات ولا كتيبه ولا غيره. في النهايه عزيزي المشاهد رجوج هو حاجه مميزه على الاخر، مسلسل في برشا لحظات منه يخليك فخور انك تتفرج في حاجه بالمستوى هذا، ويخليني انا شخصيا نستنى من فريق العمل في اعمال اخرى بافكار جديده كليا. فنتمنى انهم يكملوا هكا كما بداوا ويواصلوا في ابتعادهم عن الاستسهال والتكرار وعلى تقديم فقط اللي يعرفوا نجاحه مضمون، على خاطر الريسك والتجارب المهبوله هي اللي تضمن لك النجاح الحقيقي والدائم على المدى البعيد. ولذا فانه تقييمي لمسلسل رجوج الكنز هو 8/10. اكتب لي رايك في رجوج عزيزي المشاهد، وكان عجبك الفيديو تنساش اللايك سبسكرايب والشير. الرحمه على الشهداء والمجدول المقاومه، انه لجهاد نصر او استشهاد، وبرا تفرج.